اكتر من 220 كحكاية هتعمليهم بكل سهولة، ودي الطريقة الافضل على الاطلاق في عمايل الكحك. ما تيجوا نشوف كده الجمال ده كله اتعمل ازاي. هتعملي كحك بعجينة مظبوطة على الشعرة، والنتيجة بقى كحك لذيذ ودايب وشكله خطير كده. حاجة ماني صغننة كده تتاكل بكل سهولة جنب كوباية الشاي في العيد، وكل سنة وانتم طيبين. عندي بقى هنا كحكاية من جوه، حبيت افتحها لكم عشان تشوفوا قد ايه الحشوة مستوية ومش ناشفة. الكحك مستوي 10/10. كل اسرار الكحك هقولها لك، استني معايا لغاية اخر الفيديو. معاكم فاطمة بوحاتي، ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي حوالي 650 جرام من السمنة الباردة، كنت حطها في التلاجة. تمام. وبعدين هفضيها كده وابتدي احط عليها معلقتين كبار من السكر البودر، ولازم ننخلهم. هنا ضروري انك انتي تستخدمي سمنة نوعية كويسة، علشان هي دي اللي هتديكي الطعم والريحة المميزين جدا جدا للكحك. هبتدي اضربهم بمضرب يدوي او بالمضرب الكهرباء المتاح عندنا. اضربيهم كويس لما تحسي كده ان القوام بقى كريمي. هنا بقى هبتدي انزل كيلو من الدقيق المخصص للكحك والبسكوت، حطي تحتيها 1000 خط، وده بيبقى موجود في السوبر ماركت مكتوب عليه كده الكحك والبسكوت، او تشتريه من محل مستلزمات الحلواني وتقولوا له عايزه اعمل بيه الكحك والبسكوت. بعد ما نخلت الدقيق هحط باكو من البيكنج باودر وابتدي انخله كمان. هنا معلقه صغيره من ريحه الكحك. تمام. وهحط ذره ملح، وعندي كيس خميره جافه، انا بستخدم دريم لان نوعيتها حلوه جدا جدا. بدوب معلقه صغيره في شويه ميه دافين. الميه دي قد ايه؟ الميه دي حوالي 200 ملي من الميه، يعني كوبايه ناقصه 3 معالق. هنا بقى حطيت ايه؟ حطيت باكت كريم شانتيه باودر. تمام، اللي هو الباكت اللي بنشتريه من السوبر ماركت ده. وهقلب كله مع بعض وابتدي بقى ابس العجين. وهنا سر مهم جدا من اسرار العجين. بصي القطعه اللي بستها من القطعه اللي ما اتبستش، هتلاقي اللي كل ما هتدعكيها في بعضها بتنعم بتطرى، تحسي بقى ان نعومه السمنه بانت معاكي. فلازم تعملي العجينه تبسيها بالشكل ده كويس لغايه ما تبقى معاكي زي ما انت شايفه كده. كده تمام جدا. هنا الميه اللي بخميره بقى هنبتدي نضيفها، والميه طبعا كانت دافيه. والم العجينه وما نعجنش كتير يا جماعه، ضروري جدا. دي حاجه يعني ايه، حاجه بسيطه بس بتفرق كتير قوي. ما تعجنيش كتير. تمام، مجرد ان العجينه تلم معاكي وخلاص. وخلي بالك واوعي تزودي ميه تاني علشان ما تنشفش معاكي حته الكحكايه تطلع معاكي ناشفه. طبعا بما ان العجينه بتاعتي او الكحك بتاعي النهارده على البارد، فانا حطيت هنا سمسم محمص، غسلته وصفيته كويس وضفته كده للخليط بتاعي. تمام بالشكل ده. ودي العجينه بقت تحفه، سهله التشكيل، سهله النقش. بصوا الجمال، تحفه. شايفين حجمها صغير جدا، وده اللي انا عايزاه علشان اعمل كميه كبيره او عدد كبير، وفي نفس الوقت اللي ياخد كحكايه يحطها في بقه على طول، ما تسقطش منه اي حاجه خالص. انا ما بحبش انقش الكحك على فكره، بستخدمه كده على طول وبحط عليه السكر ويبقى شكله حلو قوي زي بتاع المحلات. بس لو حابه تنقشيه فعايزه اقولك ان النقشه بتاعتك هتفضل موجوده وثابته زي ما هي، لان العجينه بتاعتنا مميزه جدا. طيب ما تيجوا نتكلم شويه كده عن اسرار نجاح الكحك. اولا انا لما عجنت العجينه بالشكل ده انا ما سبتهاش تخمر، انا بدات اشكل على طول. تمام. بسيبها بس على الصاج مجرد نص ساعه بس، وببتدي اخبز مباشرة. ما تسيبيهاش كتير، احنا مش عايزينه يتخمر، يكفينا جدا بيكنج باودر لما يخش الفرن انه يعلي معانا الكحكايه ويفتحها. بصوا كده النقشه دي انا حشيتها بالعجوه، وانا دايما بحب اميز اللي بالعجوه بخليه طويل شويه عن المدور الساده. بصوا الجمال، تحفه. النقشه خطيره، ما بتتقطعش منك، ما بتنتش معاكي، زي الفل ما شاء الله اللهم بارك. تمام بالشكل ده. طيب التسويه، انا المفروض ان انا بسوي بعد ما اخلص كده اول صاج بسيبه حوالي نص ساعه، وبعدين ببتدي ان انا اخبز في التوقيت ده.
بشغل الفرن بتاعي النص ساعة دي واسيبه يسخن على درجة حرارة ايه. في فرق بقى ما بين الكحك السادة والكحك اللي بعجوة او بملبن ايا كان محشي بايه. طيب الكحك السادة بيستوي على 160، اما الكحك اللي محشي ايا كانت الحشوة فبيستوي على درجة حرارة 180. ركزي في الحتة دي علشان الحشوة ما تنشفش معاكي، وعلشان الكحك السادة ما يطلعش معاكي من جوه معجن. تمام، يبقى نقول كمان السادة على 160 والمحشي على 180. وادي النقشة زي ما دخلناها زي ما خرجناها. عايزة اقولك الكحكاية خفيفة بشكل مش ممكن، مش هتصدقي جمالها. الكحكاية تحفة، تسويتها هايلة. بصي النعومية بتاعتها خطيرة بجد. الريحة بقى مش قادرة اقولكوا على جمالها. طبعا كل ما هتستخدمي نوعية سمنة كويسة هتطلع معاكي هايلة جدا. السر هنا كمان في الكريم شانتيه، بيدي طعم خطير، والناس اللي معايا من زمان مجرباه معايا قبل كده وعارفين ان هو بجد وهمي. طبعا ما بنحطش السكر البودر غير لما الكحك يبرد تماما. حفظ الكحك من الحاجات المهمة اللي هتحافظ لك عليه أطول فترة ممكنة بنفس الجودة، بنفس القرمشة، بنفس الطعامة والريحة واللون وكل حاجة. إنك تحفظيه في علبة معدن محكمة الغلق، تمام، أو حتى في حلة ألومنيوم مفيش مشكلة، أو ستانلس. أهم حاجة تبقى حاجة بغطا عشان تقدري تحفظيه من الأتربة وأي حاجة تيجي عليه. أنا حطيته هنا في السيرفيس ده بغطا بجد خطير، ولما نفتحه من جوه هتلاقي السادة تحفة ومستوي وفي منتهى الجمال، وهتلاقي المحشي برضو مستوي وخطير، والحشوة نفسها طرية جدا ولذيذة جدا وما نشفتش. ده من ايه؟ ده سر التسوية. عايزة ارجع كده من البداية واقولك كام حاجة مهمة جدا. الكحك اللي على البارد بيبقى خفيف، اخف كتير من الكحك المقدوح، خاصة ان احنا مش هنعمل منه كمية كبيرة ومش محتاجين نخزنه. اول حاجة الدقيق، لازم يكون دقيق مخصص للكحك والبسكوت علشان يطلع معاكي حلو جدا ومظبوط وما يطردش معاكي السمنة. حاجة كمان السمنة تكون باردة ونضربها كويس جدا مع السكر البودر المنخول. ما تنسيش تنخلي السكر. تمام، اضافة الكريم شانتيه بتدي طعم غني ولذيذ وريحة حلوة قوي قوي للكحك. انك تبسي الكحك بايديكي فترة طويلة دي حاجة مميزة جدا وهتخلي الكحك معاكي ناعم اكتر. اوعي تزودي عن مقدار 200 ملي مية، تمام، علشان الكحك ما ينشفش معاكي حتى لو ظابطة مقدار السمنة. ممكن تبدلي المية بلبن، بس المية نتيجتها افضل. ممكن تعوضي ده بلبن بودر، بس احنا حاطين كريم شانتيه فمش محتاجين نحط لبن بودر. عايزه اقولك كمان حاجه مهمه جدا، اوعي تسيبي العجينه بتاعتك تخمر. اشتغلي على طول، شكلي على طول، بس سيبي الكحك على الصاج يرتاح نص ساعه قبل الخبز. الفرن يشتغل قبل ما نخبز فيه على الاقل بربع ساعه. الكحك المحشي بيستوي على 180 والساده على 160. دي شوية معلومات ونصايح، ولو عندكم أي أسئلة تانية هستناكم في التعليقات تكتبولي عايزين تعرفوا إيه، وأنا معاكم إن شاء الله.